يا صباح الفل والياسمين على عيونكم يا حلوين. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله روتين جديد ويوم جديد، والشمس طالعه ومدفيه المكان كده، وبسم الله ما شاء الله عليها. انا النهارده صاحيه بدري، طلعت العيال على المدرسه ورجعت علشان النهارده ان شاء الله هخبز عيش بلدي او عيش شمسي. وقلت فرصه وانا صاحيه بدري. طبعا العيش ده بيحتاج ان انت تصحي له بدري لانه بيحتاج شمس، واحنا في الشتاء والشمس بتمشي بسرعه، فلو ما صحيتش بدري ما بلحقش الشمس. فقلت فرصه كده كده صحيت والعيال راحوا المدرسه، ارجع بقى انا ايه اشوف مصالحي. الدنيا كده صبح والجو هادي ورايق والشوارع هاديه ولسه ما فيهاش حركه كتير، والشغل يحلى بقى. طبعا انا قبل ما ابدا اي حاجه هحضر المقارص اللي انا هقطع عليها العيش علشان اعملها بالرده وتبقى جاهزه، علشان اول ما اعجن اقطع على طول. الله على الصحيان بدري، احلى حاجة في الدنيا انك تصحي بدري كده في الدفا وفي الشمس وتعملي شغل البيت اللي وراكي. بتحسي بجد ان اليوم فيه بركة وان انت عندك طاقة كده، وبتحسي ان الشغل حلو وليه طعم تاني. سبحان الله، يعني ربنا عامل لكل حاجة نظام في الدنيا، وعامل لنا نظام ان احنا نصحى يعني بدري وناخد النهار كله في الشغل والعمل وكل حاجة، والليل بيكون للهدوء وللسكون. فسبحان الله لما تصحي بدري وتعملي شغلك هتحسي ان ليه طعم مختلف عن انك تصحي مثلا بعد الظهر او العصر وتشتغلي. اللي جرب الحاجات دي هيعرف الفرق. سبحان الله، انا واحدة، انا قلت لكم ان انا مش بصحى بدري على طول، يعني انا بحب الصحيان بدري بس بسبب سهر ولادي. ما بعرفش انام بدري ولا اصحى بدري، ولو الولاد الكبار ناموا عشان المدارس، الصغيرة بتفضل صاحية، فعشان كده ما بقدرش اصحى. دخلت بقى على المطبخ، عملت العصيدة بتاعة العيش دي، عبارة عن مية سخنة بتحطيها تغلي على النار، وبتحطي شوية من الدقيق وعليهم شوية من السكر والملح، وبتنزلي عليهم بالمية السخنة، وبتفضلي تقلبي بسرعة بسرعة لحد ما القوام يبقى ناعم زي ما انتوا شفتوه كده في الصورة. وبعد كده كملت عجن، حطيت مية وحطيت الدقيق بتاعي وحطيت خميرة وعجنت العيش. لازم يتعجن كويس أوي، كل ما تعجنيه وتخدميه يطلع معاكي كويس ويبقى مظبوط. وبعد كده طبعا هبدأ ان انا اقطع العيش او هقرصه زي ما انتوا شايفين كده علشان اطلعه في الشمس. طبعا العيش البلدي ليه تكات وليه طرق، مش اي حد بيعرف يعملها، مش اي حد يعرف يقطع التقطيعة دي. يعني لو حد مش متعود عليه او حد مثلا من مصر وكده وما يعرفش يعمله، هيلاقي ان هو ما يعرفش يقطع وما يعرفش يشتغل كده زي ما انا شغالة. بس احنا طبعا صعايدة متأصلين ويتربينا على الحاجات دي من واحنا صغيرين، وامي علمتنا ازاي نخبز وازاي نعجن وازاي نقطع العيش، والحمد لله يعني اتعلمنا وبقينا نعرف نعمل الحاجات دي كويس جدا. طبعا في ناس ما بتحبش العيش الشمسي ده وما بتاكلوش، وبتحس ان هو حاجة يعني ايه يعني مش فارق معاها، بس احنا متعودين عليه من زمان وما نعرفش ناكل من غيره. حتى لو اكلنا عيش مصري او عيش شامي بنلاقي نفسنا زهقنا منه لا وعايزين عيش شمسي. فده حاجة أساسية عندنا، لازم تبقى موجودة في البيت. خلاص قطعت كل العيش بتاعي زي ما انتوا شايفين، وهسيبه شوية يضربوا الهوا كده وينشف، وهبدأ بعد كده أبططه وأسويه علشان طبعا بيبقى مرتفع، فلازم أنا أنزل الارتفاع ده بتاعه، علشان طبعا هو هيخمر في الشمس وهيرجع يرتفع بعد كده بسبب ان هو بيخمر. طلعته في الشمس علشان يضربوا الهوا وينشف شوية واقدر ان انا ابططه او اسويه، لان طري ومش مستحمل ان انا المسه. لازم يضربوا الهوا وينشف شوية وشه من فوق علشان تقدري تعمليه كده زي ما انا بعمله. وبساوي طبعا الجوانب وبدوره كده واخليه حلو ومظبوط، لو في حاجة طالعة ولا داخلة بسويها بايديا زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا انا هحطه في الشمس. في ناس مش فاهمة ازاي العيش البلدي كده احنا بنحطه في الشمس، فاكرين ان احنا بنسويه على الشمس. لا، احنا بنحطه في الشمس علشان يخمر، وبعد ما بيخمر وبيوصل لحجم معين احنا عارفينه بنبدأ ان احنا ندخله الفرن. انا سبته يخمر في الشمس، بياخد حوالي ساعة ساعتين على حسب قوة الشمس وعلى حسب كمية الخميرة اللي انت حطاها فيه.
وطبعا اول ما بيخمر وبيوصل للشكل اللي انتوا شفتوه ده انا بقلبه بالشكل ده، وبعد كده بسيبه 10 دقايق ياخد وش في الشمس لحد ما ينشف كده من تحت شوية، وبعدين بشققه بدبوس او بحاجة رفيعة من على الجنب، علشان يبقى مرتفع زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بدخله الفرن بيستوي على راحته. اولا بتبقى النار عالية لحد ما يبدأ يرتفع، وبعدين بوطي النار بيستوي على مهله. خلاص بقى خلصت خبيز، طبعا حطيت ورصيت كل كمية العيش اللي عندي لحد ما خلص. طبعا البوتاجاز ما بيشيلش كمية عيش كبيرة، فانا بحطهم على مرتين او على 3 على حسب. ودخلت على الشقة نظفتها، كانت أوضة العيال متبهدلة، روقتها كده وكنست الأرض ونظفتها، وسويت الصالة ورتبتها زي ما انتوا شايفين كده. الحمد لله العيال ما بيسيبوش مكان متوضب. طبعا بخلص شغل ايدي في المطبخ بطلع الاقيهم مبهدلين الدنيا، فلازم بستلم تنظيف وراهم وبسوي الدنيا وكده. معايا كرنبايه جابوها لي، عايزه طبعا اعملها، اسلقها واقطعها واشيلها افرزها. بس بصراحه يوم الخبيث ده بيبقى يوم متعب جدا، وطبعا بيبقى جنبه غسيل مواعين وتوضيب المطبخ بيتبهدل رده ودقيق وكده، وبنضف الشقه جنبه، فبتعب جدا بصراحه. فما قدرتش ان انا اعملها في اليوم ده، ما كنتش لسه اتغديت او ما كنتش فطرت بمعنى اصح، وكانوا الولاد راحوا الدرس، وطبعا هم اتغدوا قبل ما يمشوا. حطيت بقى لقمه كده على قدي، كنت عامله شويه عدس كده حلوين، وحطيت طماطم ومخلل، والعيش البلدي الحلو اللي انا عملته اهو شكله زي ما انتوا شايفين واهو. طبعا العيش البلدي بيأكل اي اكل بتاكليها بيه بيبقى حلو، وبيبقى ما شاء الله عليه زي العسل. تعالوا اتفضلوا تغدوا معايا. خلصت غدا الحمد لله، نعمة وفضل من عند ربنا. وبعد كده كان المغرب يعني قرب جدا، دخلت على البلكونة قلت قبل ما الدنيا تضلم هنضفها بقى واروقها، لان هي بتتبهدل ردة بسبب الخبيز فيها والعيش وكده. قلت انضف المقارص واشيلها مكانها واكنس البلكونة وامسحها واروق الدنيا، لان عندي غسيل برضو عايز يتشال، وعندي غسيل تاني في الغسالة عاوزة انشره. كل ده قبل المغرب ان شاء الله. نضفت المقارص كويس من الردة اللي فيها، وهشيلها على بعضها وارجعها مكانها. احلى حاجة لما تكوني شغالة طول النهار وعاملة كل الحاجات اللي وراكي، صحيح بتبقي تعبانة وهلكانة وحيلك مهدود وحاجة يعني ما يعلم بها الا ربنا، بس والله احساس جميل جدا لما تيجي كده اخر الليل سنور تحطي راسك على المخدة وانتي عاملة كل اللي وراكي، وانتي منضفة شقتك وعاملة أكلك وغسلة غسيلك وشايفة كل اللي وراكي طول النهار. بجد نفسيتك بتبقى مرتاحة وحاسة ان انتي أديتي رسالتك أو عملتي اللي عليكي. لكن لو في يوم كده خدتيه أنتخة وما قمتيش من مكانك وما عملتيش أي حاجة، وسبت الشقة مقلوبة وسبت المطبخ بمواعين وكل حاجة مبهدلة، بتحسي ان ضميرك مأنبك، وحاسة ان انتي ما اديتيش واجبك وما عملتيش اللي عليكي، واصلا نفسيتك بتبقى تعبانة وبتبقى مخنوقة اصلا بسبب الشقة وكركبتها وبهدلتها. والمطبخ كل ما تدخلي تعملي اكل ولا تعملي حاجة للولاد بتلاقي نفسك قافلة. فبجد النظافة حلوة يا جماعة. النعناع بتاعي جبته من عند امي لما رحت عندها، وزرعته في الطينة زي ما انتوا شايفين، وبدأ يكبر كده ويبقى حلو. يعني بحب الخضرة، وان شاء الله وان شاء الله بإذن الله لما اروح شقتي التانية ننقل فيها ان شاء الله بإذن الله، هزرع كده ورد وحاجات في البلكونة وهخليها زي العسل، عشان بحب الخضرة وبحب الزرع يعني جو حلو كده بيفتح النفس على كل حاجة. البطاطس دي كانت امي مديها لي برضو لما روحت عندها، وكانت قاعده يعني بالكيس بتاعها، وطلعت منها شويه حطيتهم في التربو في المطبخ علشان يبقوا قريبين مني ولما احتاجهم استخدم منهم. وجبت الدور اللي كان في الغساله بقيه المفرش اللي انا كنت غسلاه علشان انشره يعني بالمره وانا في البلكونه، وبعد كده ادخل يعني لان خلاص المغرب هيأذن. وخلاص كده تقريبا الفيديو بتاعي خلص. اكيد ما بصورش كل الروتين بتاعي وما بصورش كل حاجة انا بعملها، بيبقى فيه شغل اكتر من كده، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اوصل لكم حاجة من اللي انا بعملها. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك، واستنوني على خير في فيديو جديد ان شاء الله، واترككم في رعاية الله. مع السلامة.